يستجيب لك الرب. كلكم حافظين اهو. يستجيب لك الرب في يوم شدتك. يعني احنا قدام آية حلوة قوي بتشجعني ان ربنا لما هطلب منه هيستجيب. بس الحقيقة انا ناوي النهاردة اقلب الآية معاكم. يعني مش هتكلم على يستجيب الرب، هتكلم على يوم شدتك، وبعد ما اتكلم على يوم شدتك اكلمكم على يستجيب الرب. لان احنا اول ما نسمع يستجيب لك الرب اكسجين، طب في يوم شدتك ما بنشوفهاش. فانا بقى عاوز اتكلم معاكم على كلمة يعني ايه يوم شدتك، وليه في شدة من اساسه. يعني ليه ما ربنا ضابط الكل، وربنا حنين، وربنا محب البشر، وربنا لطيف قوي وجميل قوي وقوي لاخره. طب ليه في شدة؟ الحقيقة في ناس كتيرة قوي تبص لربنا من زاوية واحدة بس. بص لربنا الحنين اللي عمل معجزات، اللي قوم الأموات، اللي شفى المرضى، اللي أخرج الشياطين، وكل ده صح، ما نقدرش نقول إنه غلط. بس ربنا نفسه قال على حاجات تانية كتيرة قوي. قال إن هيكون في شدة، وقال إن هيكون في ضيق، وقال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وشتموكم وقالوا فيكم كل شيء كاذبين. الله 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 الله. قال في العالم سيكون لكم ضيق. فليه بنتفاجئ لما الضيق يجي؟ ليه بنتفاجئ لما الشدة تيجي؟ الحقيقة لا، الشدة هتيجي، بس أوقات لما بنتعلم تعليم مجنح. عارفين يعني ايه تعليم مجنح؟ يعني التعليم كده ليه جناحين. أي إنسان عشان يوصل لازم يبقى فيه مقدفين، أو أي طير عشان يطير لازم يكون فيه جناحين. لو أنا عندي جناح واحد هقع. فأوقات ببقى أنا واخد صورة واحدة بس عاوز أصدقها عن الحياة الروحية مع ربنا، وتفتكروا أختار أي صورة؟ الصورة اللي تريحني، الصورة اللي تبسطني، المعجزات. بيحصل. بس زي ما أبو جرجس وأبو سفين أنقذ أديرة رهبات وبعد ناس كتيرة، ودي قصص حقيقية مسجلة في تاريخ الأديرة، في كنايس على اسم ماري جرجس شفناها بتتحرق سنة 2014 أو 2013 حصل المحظ. طب فين ماري جرجس؟ لا، أنا عاوزكم تكونوا، لما احنا كنا بنتكلم على موضوع الاتزان المرة اللي فاتت واللي قبليها لو تفتكروا، عاوزين حتى في الحياة الروحية نكون متزنين. في ناس في قمة التشاؤم شايفين الحياة مع الله كلها تجارب، كلها صلبان، تقوم من صليب عشان تتكعبل في اللي وراه، وتقوم من مش عارف مين خبطة عشان ايه. يعني لو قلت له ازيك يقول له الحمد لله، يقول لك ليه؟ يعني انت كويس؟ تقول له اه، يقول لك ليه؟ ازاي؟ ففي ناس كده رومانسية قوي، وفي ناس بعيد عنكم مسوداها قوي. احنا عاوزين نتعلم الصح ان في اتنين، في يستجيبوا لك، ودي كلمة معزية قوي، وفي كلمة شدتك. يعني ممكن أنا أمر بشدة في الحياة الروحية. أنتوا فاهمين ولا الكلام صعب؟ طب أنا هقول لكم ليه الأول يكون في شدة. أول حاجة ممكن الإنسان يمر بشدة لأن إحنا مش في وسط ملايكة. في ناس ممكن تكون ما بتحبناش، في ناس بتعادينا، غيرة، عدم حب. أنا مش هتكلم الدافع بتاعه كان إيه، لكن الناس لما بتكون ما بتحبناش أكيد هتسبب لنا مشاكل. زي مين؟ داود كان عنده مشاكل ولا لأ؟ شاول الملك فضل يطارده، ولما كبر أبشالوم ابنه بقى سبب مرارة قلبه. ده داود ده اللي ربنا بيشهد له، بيقول أنا ما شفتش قلب زي قلب داود. شاف شدائد في حياته، فضل مطارد معظم أيام عمره، لدرجة أنه راح وعاش في وسط الفلسطينيين اللي هم أعداء شعب الله في ذلك الزمن. بلاش واحد تاني اسمه أرميا ده إيه اللي عمله؟ شوية أنبياء كذبة راحوا أقنعوا الملك وقالوا الراجل ده ما بيتنبأش صح، بالرغم من الكلام اللي بيقوله أرميا هو كلام الله. حطوه في جب طين وكان هيموت،
وبعدين نفوه معاهم في مصر الاخر. ايه اللي عمله ارميا غير انه كان بيقول كلام الله اللي بيشوفه في الرؤيا يبلغه للملاك للملك وبيبلغه للكهنه، محدش صدقه وشاف ضيقه. ايه اللي عمله دانيال عشان في ناس تحسده وتغير منه وتتغاظ منه ان ليه مكانه عاليه، فيعملوا له مكيده عارفين انه بيعبد ربنا. قالوا هنعمل للملك تمثال وكل الناس تسجد للتمثال، واللي مش هيسجد للتمثال يتربي في جب الاسود. وهم واثقين عاملين القصه دي كلها عشان يوقعوا دانيال ويترمي دانيال في جب الاسود دقيقه. فلازم يا ولاد تكونوا واقعيين. ده ممكن الضيقه تجيلي من ناس معايا في الكنيسه يكون الشيطان قومهم عليا، فممكن يكون في ناس ما بتحبناش، والناس اللي ما بتحبناش دي هتعمل ايه؟ هتطبطب علينا؟ لا، هتجرحنا وتروح للمدير تقول عن فلانه وفلانه اتاخرت يوم فلان واتاخرت يوم فلان وعملت كذا وعملت كذا، وكل يوم بصلح لها الايميل بتاعتها. الخريجه مدارس انجليزي دي خريجه من الكتاب اللي في قريه ابو طشت، ما تعرفش دي كاتبه. وتلاقي في ناس كده تسعى لك في الخير من وجهه نظرها، ويطلع بعد ما يدي لك المقص فرحان قوي. لازم تعرفوا ان في شدائد هتقابلنا، الحياة فيها شدائد. ده انا مش عاوز اخليكم تتشائموا. الناس اللي فاكرة ان الجواز ده هاي دارلينج باي ماي لاف، لا 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 لا، خليكوا كده لغاية لما تتجوزوا هتشوفوا الشدائد. ده حتى في طبيعة الحياة في شدائد. يعني اللي كنت لسه بفتقد امبارح مجموعة من الأسر، فواحدة جايبة توأم كان عندها عشم، يعني ان اهل البيت يساعدوها، فظروف تيتا هنا وتيتا هنا ما سمحتش يعني الصحيه. فالولاد واحد اون واحد اوف. عارفين يعني اون واوف؟ يعني عاده الام يكون عندها بيبي واحد تقول انا ما نمتش طول الليل، من قاعد يعيط من 2 ل4 مش عارفه ده عنده مغص ولا مبلول ولا ايه حكايته. ده الام. تصور بقى عندها 2، لما واحد بينام بيسلم الرايه للتاني يقول له اصحى انت بقى ماما لسه صاحيه. فالشدائد كتيرة، يعني سواء شدائد طبيعية في الحياة، لأن ناموس الحياة بعد ما اطردنا من الفردوس إن بعرق جبينك، يعني في تعب، الأرض دي هتتعبك، هتطلع لك شوك وحسك، وفي ناس ما بتحبناش، وفي شيطان بيقوم الناس على أولاد ربنا. انتوا عارفين الكنيسة في القرن الأول، نهاية القرن الأول والثاني لغاية بداية الثالث الميلادي، دفعت شهداء قد إيه من نيرون لغاية دقلديانوس. شيطان لدرجة ان كانوا بيولعوا شوارع روما بالمسيحيين. عارفين ازاي؟ يلفوهم بالكتان ويغطسوهم في الزيت زي زيت القنديل ويعلقوهم في عمدان ويولعوا فيهم، يفضل المسيحي طول الليل بتولع فيه، بيموت بعد ساعة و2 بس يفضل جسده بيتحرق منور بيه شوارع روما. شدائد. شيطان بيكره الكنيسة وبيكره اللي واد ربنا، هيسقف لك يقول لك برافو احفظ لحن، هيفضل يحاربك. فلازم بواقعية تعرف ان احنا كلنا هتقابلنا شدائد. في شدائد كمان اسمها شدائد طبيعية غير متوقعة. مش بنسمع في الحياة، في تدبير الحياة، اب مات عنده 42 سنة ومات ولاد صغيرين يمكن ما جابوش 10 سنين. يحصل ام بيجي لها مرض خبيث وتروح السما وهي في الثلاثينات. بيحصل البيت بيبقى في شدة لأن الأم اللي هي عماد البيت ما بقتش موجودة، الأب اللي هو بيسند ظهر البيت ما بقاش موجود. في شدائد مفاجأة بتهز الكيان وبتخلي الإنسان يحس إن الدنيا قفلت. الطفل اللي اسمه نظير جيد اللي أمه تموت وهو لسه ما تمش 40 يوم ويلفوا في البلد على مين ترضعه، لأن ما كانش فيه اللبن الباودر بتاع الأطفال. احنا بنتكلم على 1923 و 1924. ليه؟ أنا مش عايز أسود الحياة وتطلعوا مكتئبين، لأن شكلكم بان عليه خلاص. يعني واضح على إن أنا نجحت، إن من كتر الشدائد لازم أعالجكم عند دكاترة نفسيين. بس أنا بديكم إكزامبلز إن إحنا نكون واقعيين، لأن الحياة بيحصل فيها كده. المشكلة إن الناس بتصدم في ربنا وبتعثر في ربنا وتقول إزاي ربنا عمل كده. لأ، ربنا بواقعية قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا
أنا قد غلبت العالم. في ظلم في الحياة. تصوروا واحدة بتجاهد عشان عفتها، أو واحد بيجاهد عشان عفته. مين الاتنين اللي بتوع العفة اللي في العهد القديم؟ يوسف وسوسنة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يبقى خلي بالك لما اتقالت كلمة يستجيب، قال لك في يوم شدتك، لأن في شدة مر بيها داود، وشدة مر بيها فلان وفلان وفلان وفلان. وكل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. الآية اللي بنقولها في المزمور، بنقولها في قداسات كتيرة أوي: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يبقى نمرة واحد إن لازم نتعامل مع الحياة بواقعية، إن في شدائد هتقابلنا، بس اوعى لما الشدة تجيلك تقول فين ربنا؟ هو ربنا بيتفرج؟ أنا مرة حكيت لكم الحكاية دي ولا لأ؟ مرة لما كانوا بيقولوا على الانتخابات سنة 2013، اللي هي الانتخابات دي اللي هي ولا 2014، ناس التاريخ، اللي هو يعني بعد الثورة، أول انتخابات بقى انتخابات وإلى آخره. والراجل بقى قاعد يقول في الانتخابات، أنا بصيت في الساعة لقيت متأخر، فقلت أنزل افتقاد. وأنا بنزل الافتقاد عرفت إن مين اللي كسب وهيبقى رئيس مصر. أنا الموضوع ما باخدوش على أعصابي قوي، لأن عندي حتة جوايا كده ربنا عارف بيعمل إيه. المهم، فأنا زرت 5-6 زيارات كده، وراجع الكنيسة أجيب حاجة من مكتبي، لقيت واحد يا ولاد في المكتب بتاع السكرتارية اللي تحت ده، عارفين الأسد بتاع جنينة حملت في القفص، عمل كده كده، خلاص بيغلي. أنا مش مخون، أتاري هو مستني أي قسيس بس أشوف واحد من اللابسين أسود دول. حظي إن أنا دخلت، لقيت الراجل بيزحق فيا حتة زعيقة: إيه اللي حصل ده يا أبونا؟ بس أنا فاهم هو بيتكلم على إيه طبعا، فأنا مش عارف، أصل لو ابتسمت في وشه هغيظه، ولو عملت إن أنا مكتئب أنا بمثل، مش عارف أعمل إيه. في الحالات دي تلتزم الصمت كده وتستطلع الإنسان. فضلت واقف كده: أهلا بحضرتك. قال لي بعد كده اوعوا تقولوا لنا صلوا، ادينا صلينا. عملت الصلاة، ربنا بيتفرج من فوق، هنداس. مش شايف ان احنا هنداس يعني، يعني الموضوع اوفر شوية يعني، بس ماله برضه عارفين. انا مش هصلي تاني، وبعدين مش خطفت، خلاص ما تصليش انت حر يعني، انا ماليش يعني حاجه بينك وبين ربنا يعني. بس هو زي ما تقول، لا هو مش حكايه انه يصلي، هو مغلول. انتوا عارفين المغلول ومستني حد، مش انتوا بقى من الهيئه بتاعته، وانا عايز افش غلي فادهمني بقى. انتوا مش عارفين، ما فيش صلاه، ما فيش صوم، ما فيش كده. المهم كل ده ليه؟ لان احنا عاوزين ربنا يستجيب بطريقتنا وباسلوبنا وعلى اللي احنا عايزينه. علشان كده النص التاني بقى، بعد ما كلمتكم على كلمة يوم شدتك، عاوز اكلمكم على ازاي ربنا بيستجيب في يوم الشدة. ازاي ربنا يستجيب في يوم الشدة؟ بصوا بقى، هقول لكم ادي 1 2 3 4، انا مختار 5 طرق يستجيب بيها الله. نمرة 1، ربنا يستجيب ان يشيل الشدة تماما. يبقى اول حاجة يشيل الشدة. التجربة ربنا يشيلها. زي مين؟ زي سوسنة صرخت وقالت له: يا رب اللي انت عايزه يكون اموت وانا عفيفة عن انا اعيش وانا وقع في خطية النجاسة. هي موتة ولا 2؟ هموت. وشهود زور واتحكمت وخلاص هترجم. فربنا يبعت الشاب اللي اسمه دانيال، وانتوا عارفين القصة، جاب الشيخ الاولاني اللي افترى عليها، وجاب الشيخ الثاني وسألهم كل واحد لوحده، قالوا انتوا زنيتوا فين؟ قالوا تحت الشجرة الفلانية. وانت زنيت؟ قال شجرة تانية. فطلعوا هما الاثنين كذابين وهما الاثنين اللي رجموا. يبقى ربنا تدخل ولا ما تدخلش؟ ربنا شال المشكلة ولا ما شالش؟ شال المشكلة. الأنبا كيرلس
مش الانبا كيرلس البابا كيرلس، الانبا كيرلس اللي هو مطران الأقباط اللي في الحبشه، كان في الحرب العالميه الثانيه ايام هتلر وايام ايطاليا احتلت اثيوبيا، فراحوا للانبا كيرلس اللي هو مطران، اكبر مطران كان مصري يقود الاساقفه الاثيوبيين، وقالوا له نضمك للكنيسه الكاثوليكيه. قال لهم لا. قالوا له هنخليك كاردينال. قال لهم لا. عملوا له حفله في بيت السفاره ومفيش فايده. مره 2 3 قرروا ان هم يتخلصوا منه، بس ما قدروش يقتلوا مطران، فحطوه في اوضه فوق سطوح في عز الشمس. انتوا عارفين اثيوبيا يعني بلد حر شويه، فحطوه في وسط حته كده مقفوله. وبعدين قالوا نمنع عنه الاكل والشرب، وحطوا خشب. عارفين لما بيقفلوا الباب ويعملوا بالخشب كده مسمار يمين ومسمار شمال يسمكروا؟ فهو وقف. اول يوم كان متماسك، تاني يوم كان متماسك، بعد كده حصل له ايه؟ هبوط. ليه؟ مفيش سوائل، مفيش ميه بيشربها، فحصل له نوع من انواع الجفاف. فابتدى كان على الارض فيه شويه جرايد كده، قعد برك على الارض، وكان فيه صوره باهته للمسيح كده. الاوضه دي كانت زي مخزن يعني، صورة المسيح. فبص للصورة بتاعت المسيح زي ما سمعت القصة، وقال له كده برضو المطران بتاعك يموت في طيس. مطران يموت في طيس، يعني في طيس يعني هيموت مخنوق ويعفن يعني في طيس كده. وهو بيقول كده لقى في صوت خارج من الأوضة بيقول له أنا سبتك إمتى قبل كده عشان أسيبك دلوقتي؟ الراجل بعد ما كان بيموت ومش قادر يقول أبانا الذي، فز وقف على نفسه وابتدى يسبح ربنا. بعد ساعة واحدة جم طلعوه وقالوا له ارجع على مصر وما نشوفش وشك تاني. يبقى هنا ربنا ايه؟ استجابة فورية، انه شال الايه؟ التجربة. ودي معظم القصص اللي احنا بنحبها، اللي ماشية مع الدراما اللي اتفرجنا عليها. شرير قاعد طول مش عارف مين يبهدل في الناس، ويجي واحد هيرو في الاخر خالص تك 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 وتطلع كده فشيت غلك انت فيه. يعني انت خد بالك دي دراما، بس في الحياة الروحية مش كله بيمشي كده. بس قلنا نمرة 1 ربنا بيتدخل ويستجيب انه يشيل. طب ايه الاسلوب التاني؟ ما يشيلش بس يعزي. ايه لا، ما هو انا ربنا انا اللي اقول اعمل ايه يعني. بالرغم انت تطلب مني ان انا عايز اشيل تجربه، لا انا هقول لك حاجه تانية، انا مش هشيلها ولا هشيل الشده، بس ايه رايك ان انا اكون معاك وطبطب عليك فيها بجد؟ طب ساعتها مش هحس بحاجه. زي اللي عمله ربنا مع الشهداء في عصور الاستشهاد. كان في الم لا يوصف، لان كان في واحد اسمه إريانوس كان مهندس يعمل آلات تعذيب، يخترع آلات ازاي يعذب المسيحيين قبل ما يموتهم. يعني مش عاوز الموت ده كرامة كبيرة قوي، احنا عاوزين نعذبهم. بس حاجة غريبة كانت بتحصل، كان الملاك مرة ينزل، كانت ست العذراء مرة تطمنهم، كان يبقوا في الزنزانة ومستنيين يترموا الأسود ويسمعوا صوت تسبيحة ملائكة جوه زنازينهم. يبقى التجربة قائمة. الشهداء اللي استشهدوا في ليبيا كان ربنا قادر يخرجهم، وكان يبعت رئيس ملائكة يتخرجهم. كان ممكن ولا مش ممكن؟ بس ما عملش كده. بس عمل ايه؟ عزاهم، فما بقوش خايفين من الموت. لدرجة ان الشو اللي عملوه على البلاج قبل ما يدبحوا صوروه مرة واثنين وثلاثة، لان كان في مخرج جايبين بيخرج. يعني انت لا تتخيل كم مرة تتحط السكين على رقبتك يقول لك هنعيد المشهد من الاول. يعني بروفا كلاكيت اول مرة وتاني مرة وتالت مرة في اعدام حقيقي، حاجة تخلي الاعصاب مفيش. بس شفت تعزية ربنا؟ بيتضربوا كل يوم بالليل كام مرة، وفي كل مرة واقفين قدام ربنا في تعزية. ربنا ما شالش التجربة. لكن احكي لكم على حكاية أرملة فقدت زوجها وهي شابة قوي. طبعا قعدت فترة في الأول بتعب، ولاده اتحرموا منه وانا اتحرمت من جوزي وده كان ملاك والى اخره. عارفين بعد كده مرة جت وقالت لي ايه؟ قالت لي عايزة اقول لك حاجة يا ابونا. انا هقول لك حاجة، انا طبعا مفتقداه وعارفة ان هو في السماء وبيصلي لنا، بس انا من ساعة ما هو راح السماء بشوف ربنا كل يوم في حياتي. انا اول ما ربنا افتقده وخده فوق كنت بقول له رجعهولي، بس ما كنتش عارفة او كنت عارفة ان ده مش ممكن هيحصل. بس اللي شفته بعد كده من ربنا
كان بيطبطب عليا كل يوم. يبقى خلي بالك الشدة هنا ما اتشالتش. يبقى أول طريقة بيستجيب ربنا في إنه بيشيل. تاني طريقة ما بيشيلش بس بيعمل إيه؟ بيطبطب. وأوقات كتير أوي الإنسان يستلذ طبطبة الله لدرجة إنه خلاص الحدث نفسه حصل وهتعايش معاه، ويكفي إن أنا بشوف ربنا في حياتي وهو اللي بيدبر أموري كل يوم. عشان بس ما نعصرش في ربنا ونقول ليه ربنا بيعمل كده، اعرفوا أول استجابة إنه بيشيل الشدة. 2 بيخلي الشدة، لكن بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ طب أنا هقول لكم حاجة. إيه رأيكم في البابا كيرلس إن أنا أعرف معجزة حصلت مع واحدة قريبتي ما كانش يعرفها البابا كيرلس السادس؟ في وسط الطابور، هي مثلا كانت نمرة 27 كانوا بياخدوا بركته، نداها مثلا، ابوها كان ظابط ما حدش يعرفها، قال تعالي يا بنت الظابط انت. فهي اتخضت، بص قال ايوه انت. وراح قال له هاتوا لها قطنه، كان عندها مرض غير قابل للشفاء، دهنت نفسها بالايه؟ هو دهنها بالقطنه وراح نفخ فيها، قال لها خلاص المرض مشي. من ساعتها بقت زي الفل. خليكم بس معايا. ايه رايكم ان البابا كيرلس نفسه كان عنده هبوط في القلب وفي دوره دمويه وفضل عايش بيه لغايه لما مات بالقلب؟ طب عجيبه قوي يا رب، عجيبه قوي يا رب. يعني هو يشفي الناس وهو عنده. البابا شنوده كان عنده الم في ظهره لا تتخيلوه، وفي الاخر كان الكانسر ابتدى ينتشر في جسمه من الرئه، وكان يا عيني حبيبي بيقول الوعظه، لو تاخدوا بالكم من اخر وعظه كان بيقولها ازاي؟ بألم مبرح. طب يا رب ما تشيل الشده. لا مش هشيلها، بس هو من جوه فرحان. البابا كيرلس مات بالقلب وما ماتش عجوز، بس خلي بالك هو كان يشفي الناس، لكن ربنا ما شالش مرضه. بس هو كان فرحان ولا لا بربنا؟ كان فرحان وبيسبح كل يوم. 3 يستجيب لك الرب استجابه مؤجله. يعني ايه استجابه مؤجله؟ زي يوسف. كويس انك قلت يوسف. يوسف قعد كام سنه في السجن؟ 11-12 سنه. صوروا يا جماعه، ده الواحد فيكم دخل الحجز 11 يوم يجدف. انا متهيألي هيجدف يعني خلاص. يوسف قعد، اوعوا تفتكروا ان السجن بقى كان طراوه وكان. وعلى فكره ايام فرعون يا جماعه انتوا ما خدتوش بالكم من حاجه، اللي بيخش ما بيطلعش. اللي بيخش ما بيطلعش. ده سجن سياسي مفتوح، يعني هو وان واي. يعني مثلا من 13 سنه مع الاشغال، 15 سنه مع لا هو وان جو يعني. ده سجن سياسي. فخلاص اوعوا تفتكروا ان من اول يوم ما كانش قولوا معايا يوسف بيصلي. لا، يوسف كان بيصلي من اول يوم. استجابه مؤجله من ساعه ما شعب الله اتسبى في بلد اسمها بابل، وهم بيصلوا ليل ونهار ان يرجعوا تاني لاسوار اورشليم ويشوفوا اورشليم. عارفين الاستجابه بعد قد ايه؟ 70 سنه. والملاك بيسال ربنا في سفر زكريا كده، فيقول له فاجابه الرب بكلام طيب. قال له خلاص. بيقول له الى متى يا رب لا ترحم يهوذا؟ سبي بقى له 70 سنه. قال له خلاص هانت وهيرجعوا. فربنا ممكن يستجيب. طبعا 70 سنه في تاريخ الشعوب دي ما بتتحسبش، او 11 سنه انت فاكر انها اثرت جدا في يوسف، بس الاستجابه ان كانت ايه؟ ربنا خلى يوسف الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، وكانت ليه مركبه لما تعدي لازم المصريين كلهم ينحنوا قدامها. فربنا بيستجيب، بس استجابه مؤجله في بعض الاحيان. يعني ايه كمان استجابه مؤجله؟ يعني في الوقت اللي هو شايفه مناسب، مش في الوقت اللي انت مستعجل فيه على طلبك. صوروا ابراهيم قاعد يقول لربنا ايه؟ اديني واد، عايز واد. يقول له هديك واد. ها ربنا قال هديني واد. بعد 15 يوم انت في حاجه بتتحرك في بطنك يا ساره؟ لا مفيش حاجه. فاضيه يعني؟ فاضيه. طب الشهر اللي بعده فاضيه؟ فاضيه زي اللي قبله. طب كمان سنه؟ لا فاضيه لسه. وبعدين قطعت عدد النساء. يعني ايه قطعت عدد النساء؟ يعني دخلت في سن اسمه سن اليأس، ما بقاش في تبويض وما فيش اي فرصه للانجاب. هنشتغل احنا بقى. عدت بايه على القصه دي؟ 25 سنه.
وكل في 25 سنه يقول له رب اديني، يقول له هديك نسل قد رمل البحر والجمل. ده انا عايز واد واحد، انا مش هعد في رمل ولا هبص على واد واحد بس يقول يعني انا محتاج واقه واحده. وانت قاعد وربنا بيفرض بقى، بيقول له انا بتاع واحد، انا بتاع واحد. انا يوم هدي لك رمل الارض ونجوم الشمس اللي ما تعرفش تعدها يعني. هو طبعا ربنا بيتكلم على نسله اللي هيكون بعد كده شعب الله المختار. 25 سنه دي استجابه مؤجله. اوقات احنا عشان احنا بنبص في الساعه كل شويه وبنبص في هابي بيرثدي كل سنه، بنحس الدنيا بتتسرق مننا وربنا ما عملش، فبنفقد الاحساس. بس في استجابه فوريه، وفي استجابه ما لا بس مع تعزيه، وفي استجابه مؤجله بتاخد بعض الوقت. وفي استجابه اخرى بحسب، دي نمره 4 مش كده؟ بحسب حكمته. احفظوا الكلام ده يا ولاد عشان تفهموا في حياتكم الروحيه. ده درس يعتبر يعني ايه بسيط كده، بنتعرف فيه على ربنا وطريقه تدبير الامور. يستجيب بحسب حكمته. يعني ايه يستجيب بحسب حكمته؟ هحكي لكم حكايه عجيبه قوي وكلكم عارفينها. في سفر الاعمال بيحكي لنا ان كانوا في 2 في السجن، واحد اسمه يعقوب واحد اسمه بطرس. الاتنين ايه؟ كانوا مسجونين. ايه اللي حصل ليعقوب؟ على فكره من ساعه ما بطرس ويعقوب دخلوا السجن الكنيسه كلها بتصلي، سهرانين ليل ونهار، يا رب يا رب بطرس يعقوب، يا رب بطرس ويعقوب، يا رب بطرس يعقوب. من كتر ما الكنيسه صلت من اجل ان ربنا يخلص بطرس ويعقوب، يعقوب اتذبح. اليهود جابوه وذبحوه. وبعدين مين اللي بيصلي يا جماعه؟ التلاميذ. ست العذراء. مش اي حد يعني مش انا وانتوا. انتوا واخدين بالكم؟ المهم الناس اللي كانت بتصلي واتذبح مين؟ يعقوب. يبقى مين اللي هيتذبح وراه؟ بطرس. حاجه غريبه قوي. يطرس بنظر له ملاك ويفتح له باب السجن ويعدي من اول حاره وتاني حاره لغايه ان ما بطرس كان فاكر نفسه في حلم او في غيبوبه، لغايه لما طلع الشارع العمومي نسبيا يعني. فين لما صدق انه خرج بره السجن، وبعدين خبط افتكروا ان ده شبحه يعني. الله، طب ما الكنيسه بتصلي، توما كان بيصلي، فيلبس كان بيصلي، متى كان بيصلي، كلهم بيصلوا. بس انا ليا حكمه، عاوز يعقوب عندي فوق وعاوز بطرس يخدم اليهود. طب ليه يا رب؟ مع ربنا تقول امين وانت ليك حكمه يا رب. بس هنا في استجابه بحسب حكمته. ربنا عارف بيعمل ايه. يعني عاوز اسالكم سؤال، هو ربنا لما بعت ملاك عشان يفك بطرس ويطلعه، الملاك الاولاني راحت عليه نومه؟ الايميل ما وصلوش، يعني ايميل افراج عن يعقوب ما وصلوش، فحصل ديلي، فاليهود لحقوا وذبحوه الاول. يا خبر، بس ربنا عاقب الملاك، قال له كده ما تنزلش تلحق يعقوب. لا، الحقيقه ربنا ليه حكمه. ربنا عاوز يطلع بطرس وعاوز يعقوب ياخد اكليله بدري. فانت تقول ليه بس ايه حكمته ان ربنا ياخد عنده 33 سنه ويكسر قلب امه؟ هو لما ربنا لبسه اللبس الملوكي وبايديه يحط له التاج ويقول له ارتاح وهشيل عنك 50 سنه شقه في الارض، تقول له ليه ربنا عمل كده؟ يستجيب بحسب حكمته. اقول لكم يعني ايه يستجيب بحسب حكمته. موقف اللي حصل مع رئيس الجمهوريه اللي حط البابا شنوده في الدير، حكيت لكم الكلام ده كتير. لا تتخيلوا احساسنا كان شكله ايه ان البابا اللي اتعلمنا على صوته من واحنا في اعدادي وفي ثانوي. البابا شنوده بالنسبه لنا لجيلنا احنا، انتوا برضو ما شفتوش زينا يعني. انا كنت بحضر اجتماع يوم الاربع من وانا في اولى ثانوي، وبعدين لما اللي كان يوم الجمعه الاول وبعدين بقى اربع. يعني عايز اقول لكم ان الدنيا احنا اتربينا على صوته واحنا عيال. البابا شنوده قال، البابا شنوده قال، البابا شنوده قال، البابا شنوده حاجه بقى. تصور بقى رئيس الجمهوريه يقول لك الغاء قرار رئيس الجمهوريه الصادر بتعيين البطريرك البابا شنوده الثالث بطرك، والمجلس الشعب سقف تسقيف ولا كأن رئيس الجمهوريه قال كل واحد اديله 5 كيلو دهب وهو مروح. تسقيف من جوه.
احنا كنا عندنا احساس بالخزي. اتجمعنا مجموعة خدام كنا بنصلي بالدموع، سنة 81 سنة 81 بالدموع بنصلي. نقول له ازاي يا رب؟ ده رئيس الكهنة، يعني ايه اللي يستاهل ايه؟ كنا في قمة الألم لغاية لما جه حادثة المنصة. ولما جت حادثة المنصة ايه اللي حصل؟ قلنا يا سلام يا رب، كده يا رب ده احنا طلعنا احنا اغبياء، يعني ما بنفهمش حاجة. يعني مكسوف ليه؟ طلعنا اغبياء ليه؟ كنا فاكرين تدبيرنا اعلى من تدبير الله. ده ربنا قال انا هشيله كده، طب يطلع تاني يوم لا ده لسه في جيوب ارهابيه كتير قوي قوي قوي، ولسه هننظف، وبعد ما ننظف يرجع على نظافه. يا رب، ده طلعتك انت بتستجيب بحكمتك يا رب، مش زي ما احنا كنا عاوزين. لو كنت سمعت كلامنا كان زمانه استشهد في 6 اكتوبر، بس انت قلت لا انا هخليه لسه كام سنه كده الكنيسه محتاجاه. انتوا فاهمين يا اولاد يعني ايه يستجيب لك الرب في شدتك؟ يعني في شده، بس ربنا لما بيستجيب بحكمته وبتوقيته، ومره يشيل ومره يعزي، بس ربنا عارف كل مره هو بيعمل ايه. اخر نقطه، يستجيب لك الرب في يوم شدتك بحسب تدبير خلاصك. يعني ايه بحسب تدبير خلاصك؟ بصوا يا جماعه، ربنا في حاجات بتفرق معانا قوي، بس ايه ما بتفرقش معاه. لكن اللي يفرق معاه ايه؟ انك انت ايه؟ تخش السماء. علشان كده دايما تدبير حكمته في استجابته مرتبط بايه اللي ينفعك تخش بيه السماء. عارفين لما الاب يشد عليك في المدرسه تفتكر ان بابا ده يعني شخصيه صعبه جدا، كل حاجه عنده الدراسه، اهم حاجه نفسيتي. لا، اهم حاجه دراسه عند بابا. ما انت لازم تاخد بكالوريوس، يعني لازم تاخد، فانت لازم تخش السماء، لازم تخش السماء. فاوقات ربنا من قدر تدبيره لخلاصك انت تبقى استجابته ليها علاقه بخلاصك انت. يعني ايه؟ اهم حاجه عنده انك تخش السماء. فلو انت بتطلب حاجه تعطلك عن السماء، ايه اللي يحصل؟ هيرفضها. زي مثلا ما يجوا احفادي عندي في البيت، دول نقطه ضعفي، فلما يجوا عندي بقى ايه متعودين، جده بتاع الايه، ماما وبابا دول بتوع الضبط والربط، جده ده بتاع البوظ يعني بتاع الدلع، انتوا واخدين بالكم؟ فعاده كده يعني السن ده كده. فاوقات يعني بيضحك عليها شويه صغيره كده، وبعدين لما اكتشف ان اللي انا عملته بحب تعبهم وما خلاهمش يتغدوا، ما بعملش كده تاني، فما بستجبش. يقولوا لي يا جدو انت اتغيرت، يا جدو انت بقيت وحش وحش وحش، بس انا بعمل الصالح ليهم، مش اللي هم عاوزينه، اللي انا شايفه صالح ليهم. علشان كده ربنا في اوقات كتيره قوي يبص يلاقي واحد اسمه يوسف، بيحب يوسف قوي 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 قوي، بس يوسف ده في شويه عيوب لو ما اتقصقصتش مش هيخش السماء. يوسف ده كان شايف نفسه احسن من اخواته، كان عنده كذا خطيئة، محدش عارف خطايا يوسف. طب حد عارف ايه خطايا يوسف؟ نمرة 1 ايه؟ الكبرياء، القميص الملون، انا لابس سينيه وانتوا لابسين عمر افندي كلكم، انا كل لبسي من امريكا ملون، تص اند فص، اي ماركه يعني، اي حاجه يعني، واخدين بالكم؟ انت عارفها دي، انت غير في الاوكازيون بالعتبه. سيبوكوا بقى من الكلام ده. فانا شايف نفسي قوي، ربنا عازف ان انا فيا حته حلوه وعاوز اخش السما. يوسف بقى كان شايف نفسه الوحيد اللي لابس قميص ملون منسوب، والباقيين كلهم لابسين كتان ابيض، يعني هو اللي على الحجر. وبعدين كان عنده موهبه كمان يشوف شويه احلام، فابتدى يشوف احلام بقى ويقول لهم انا هبقى وانتوا كلكم هتسجدوا لي لدرجه ان يعقوب اتغاظ منه في الاخر. خطيه ثالثه، يوسف كان وكاله رويتر. عارفين الواد العصفوره تعبوه؟ خباص، هو خباص كان ازاي؟ مكتوب كده في سفر التكوين 37، وكان ينقل الى ابيه نميمه اخوته. يعني اخواته يقولوا اي حاجه، بابا. راؤوبين كان قاعد مع يهوذا ويقولوا عليك، فيا عيني يعقوب برضو يحب يعرف الناس بتقول عليه ايه.
بس الحقيقة يوسف كان غلط. فيوسف كده ربنا بيحبه، قال أنا لو سبت الواد ده هيخسر الأبدية. هيخسر الأبدية ليه؟ عنده كبرياء، شايف نفسه أحسن من اللي حواليه، وبعدين نمام وخباص. ده في حاجات كتير قوي 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 عاوزة تتقصقص ريشها فيه. طب بقى أوكي، هندخله في الفرن. مين فيكم يحب يخش الفرن؟ طب بس الفرن ده اللي كان هيسويك. يعني أنا شفت كده في مقوماتك إنك فيك يعني حاجة حلوة، يعني بس أنا بقى هضرب البيض واكسره وهربه في مش عارف مين، واحط البيكنج باودر، متهيألي بيكنج باودر والدقيق واللبن، واحطه في ده. بس هتطلع في الاخر كيكه حلوه. الكيكه الحلوه عشان تبقى حلوه لازم تخش في ايه يا حبيبي؟ نار. النار مش الفرن ايه؟ طراوه؟ مش طراوه خالص. نار. بس هتطلع في الاخر ايه؟ طيب الكيكه نفسها بتتألم وبتتحرق طلعوني، بس انا مش هطلعك عشان ناوي اطلعك ايه؟ كيكه حلوه. حد فاهم حاجه؟ يبقى ربنا باستجابته عارف كل واحد يتعامل معاه ازاي، وكل واحد الدواء بتاعه ايه. يعني ممكن الدواء اللي انا هديهولك يكون مر لدرجه تقول موتني يا بابا وما تدينيش الدواء. لا، هديك الدواء وبعدين اموتك، لكن هديك الدواء هتموت في وقت الموت يعني، بس لازم تاخد الدواء عشان لازم تبقى حاجه كويسه. دي مشكلتنا مع ربنا، ان احنا ما بنبقاش فاهمين تدبيره. ده فرق بين حياه الايمان وان الواحد بيتعامل مع ربنا بالحته. تعامل مع ربنا بالحته. لو انا ربنا شايف فيا عيب وعاوز يسيبني الكنيسه دي ويجيب لي واحد يتهم عليا بتهمه زور، ان انا اي حاجه بقى، اخدت فلوس، ما اديتوش ايصال، اي تهمه، وربنا الوحيد عارف ان انا بريء، تفتكروا هتكون تجربه سهله عليا؟ هتكون مره. يا رب ده اساء لسمعتي وسمعه بيتي، وبنتي هتبقى مش عارفه ترفع راسها. يا رب ده كتير قوي اللي انت بتعمله فيا. بس ممكن يكون كل ده الدواء المر، لأن ربنا لما بيستجيب عشان يخلصني أنا. مش كل حاجة هتطلبها هتاخدها. هتقولي بس في آية بتقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوا له. ويقول بس في أبانا الذي بتقول لتكن مشيئتك، يعني بحسب صلاحك.